السلام عليكم شباب بريب 3. النهارده ان شاء الله هناخد سيشن 5. ده تاني درس في التريج، وده طبعا لازم تكون انت حليت الهوم ورك بتاع الدرس الاول عشان تعرف تكمل معانا ده. طيب، مراجعه سريعه كده على اللي احنا قلناه قبل كده عشان نفتكر. احنا خدنا المره اللي فاتت الساين والكوزاين والتان. كنا عشان تعرف ان الساين كان ليها قانون، قلنا ساين ايه كوزاين ايه مثلا، او تان ايه. كنا بنقول ايه يا حبيبي المره اللي فاتت؟ كان عندنا حاجه اسمها سهى كهرباء تقى، صح؟ يا مستر، كل واحده كانت بترمز لحاجه. الاس اللي هي سهى كانت بتقول لي الساين، او يعني اوبزيت على هايبوتنس، صح؟ وبعد كده الكوزاين اللي هو كح adjacent على هايبوتنس. التان تقى اللي هي اوبزيت على adjacent. وكنا بنتكلم ده لو رايت انجل ترينجل، ماشي، A B C، وانا واقف عند السي، ماشي، حسب يقول لك مثلا ساين سي تان سي كوزاين سي، يبقى انا واقف عند السي، يبقى ده اسمه اوبزيت، وده هيبوتنس طبعا ما فيهوش مشكله، واللي جنبه ده اسمه ادجيسنت. الهايبوتنس في اي حال من الاحوال اللي هو في اوبزيت لرايت انجل، لكن الاوبزيت والادجيسنت هما اللي بيتغيروا حسب مكان ما انت واقف. انا واقف عند سي يبقى ده الاوبزيت وده الادجيسنت. لو انت حضرتك واقف عند الاي فوق، برضه ده هايبوتنس مالكش دعوه بيه عشان اوبزيت للرايت، بس هنا ده ايه وده بي مثلا، ده سي. اللي جنبك ده اسمه ادجيسنت، واللي في وشك ده اسمه اوبزيت. يبقى انا كده فهمت يا مستر ايه الفرق بين اوبزيت وادجيسنت حسب مكان كل واحد بيتحدد. تمام يا شباب؟ تمام. طيب النهارده بقى بنتكلم على ايه؟ هنتكلم على حاجه تانية خالص خالص خالص. بس بقى النهارده بنتكلم على حاجه برضو تكمله للدرس بتاعنا، اللي هما المين تريجونومتريك ريشيو، بس دي بحالات خاصه. ايه الحالات الخاصه بتاعتهم؟ اللي هي انجل 30 وانجل 60 وانجل 45. بص عشان ما اطولش عليك، ان احنا كل ده المفروض انت لما بيجي لك حاجه في 30 و60 او 45 بترسم رايت انجل زي ده، ودي ارقام ثابته 1 و2 وروت 3 وبتشتغل عليهم. واجي اكتب بالكالكوليتور، ممكن لو سمحت تمسك الكالكوليتور وتعمل معايا بسرعه. تكتب ساين 30، تكتب ساين وتدوس بعديها 30 هيطلع لك هاف. بعد كده كوزاين 30 هيطلع لك روت 3 على 2. بص، ممكن يطلع لك ارقام غريبه غير الموجوده دي، فلو طلع لك حاجه غير الارقام دي يبقى في انت المود بتاع الكالكوليتر بتاعتك متغير. فحضرتك اعمل اللي انا بقول لك عليه ده، شيفت. لو طلع لك ارقام غير هاف والكلام ده يبقى انت المود بتاع الكالكوليتر متغير. شيفت، بعد كده هتدوس 9، بعد ال 9 هتدوس 3، بعد ما تدوس 3 هتدوس على الزرار بتاع الايكوال. بعد كده في زرار مكتوب عليه اي سي بيبقى لونه مختلف كده على الكالكوليتر، ماشي. دي بتفرمت الكالكوليتر، بترجعها للميجور ديجري العادي بتاعنا، عشان لو طلع لك حاجه زي كده. ودي بتحصل مع طلبه كتير جدا، لما بيجي يطلع لك ساين 30 يطلع لك ديسيمال كتير كده وحاجات غريبه، فانت على طول دوش الكلام ده هتفرمتها وترجع لك زي ما كان. تمام تمام. طيب، تيجي عند 10 30 تكتبها على الكالكوليتر يطلع لك روت 3 على 3. تمام، دي هاجلها بس شويه كده وتعال نكمل. هكتب ساين 60 هيطلع لك روت 3 على 2. كوزاين 60 هاف. تان 60 برضو روت 3. حلو. يبقى هي المشكله الوحيده اللي عندك اللي اتغيرت مين؟ 1 على روت 3. طيب يبقى انا هي دي الوحيده اللي انا هحفظها. تان 30 اللي هي 1 على روت 3، ما تحفظش تاني. يبقى تان 30 مين يا مستر؟ دي خليها معلومه، 1 على روت 3، ان الكالكوليتر ما بتطلعش في الدومينيتور روت، ماشي. والسؤال بيجي لك في الحته دي يجي يقول لك ايه؟ يديك شويه حاجات كده، يقول لك without using calculator، من غير ما تستخدم الكالكوليتر طلع لي الانسر ده. فانت بتستخدم الكالكوليتر عادي وماشي ومفيش مشكله، بس بيجي عند تان 30 وفي حاجه تاني، هم دول اللي لازم تبقى حافظهم وتشتغل بيهم. طيب تعال نشوف اللي بعده. الحاله اللي بعديها بتاعت ال 45. يبقى لما يكون عندك رايت انجل تريانجل بيبقى ده 45 وده 45، وتيجي تقول لي بقى كده، بص معايا،
ساين 45 كوزاين 45 تان 45. تان 45 دي تتعمل بالكالكوليتر بيبقى 1، بس خلي بالك بقى دي كوزاين وساين 45 بس هم دول اللي هنحفظهم، هما الاثنين بيساووا بعض يا مستر 1 على روت 2. يبقى تان 30 1 على روت 3 ساين او كوزاين 45 1 على روت 2. ده ملخص الكلام اللي انا عاوزه. طبعا هنا ده قانون احنا عارفينه من الحصه اللي فاتت، ان التان بتساوي ساين على كوزاين. حتى كنا بنقول تان سيتا، تان ايه، تان بي، تان اي حاجه يبقى ساين اي حاجه على كوزاين اي حاجه، اللي هو حسب اللي موجود جنب التان. يبقى ده اللي بنحطه جنب الساين، هو ده اللي بنحطه جنب الكوزاين. تمام. طيب تعال نشوف الاسئله بتيجي على الجزء ده ازاي. بيجي يقول لك هنا كده عاوز يعرف الايكوال بتاع ده. بص ادام في حاجات كده اللي هي مين، اللي هي تان 30 وكوزاين او ساين 45، هم دول الوحيدين اللي انت بتعملهم بدماغك، لكن الباقي ده كله بالكالكوليتر. هتكتب لي كده ساين 30 هيبقى هاف، كوزاين 60 هاف. هنا ده يا مستر ده تان 45 برضه بالكالكوليتر هيطلع لك 1. اكتب ده كده على الكالكوليتر هيطلع لك 0. تمام. طيب تعال نشوف اللي بعده. طب يا شباب هنا بص كده حبيبي هنعمل ايه. طبعا ده هنا ساين باور 2 45، يبقى تيجي اول حاجه تعمل براكت باور 2. احنا قلنا 45 دي بتاعت الساين يبقى 1 على روت 2 بلس كوزاين باور 2 اهي، كوزاين 45 برضو 1 على روت 2. فطبيعي هنا يا مستر هتطلع ده على الكالكوليتر لوحده هيبقى 1 على 2 بلس 1 على 2 يطلع لك 1. كلام بسيط جدا ما فيهوش حاجه هتعمله بالكالكوليتر يعني، فاهم. هنا مستر هنا 2 ساين 30 كوزاين 60 بلس روت 2 ساين 45. همشي واحده واحده. ادي 2 اهي نزلت، مفيش حاجه في النص يبقى باي. ساين 30 اللي هي هاف، مفيش حاجه في النص يبقى باي. كوزاين 60 اللي هي هاف برضو بلس روت 2، مفيش حاجه تبقى باي. مستر خلي بالك دي من الحاجات اللي ما ينفعش نعملها بالكالكوليتر، اللي هي 45 ساين 45 يبقى 1 على روت 2. طبعا هنا ده طبعا كنسل مع ده هيتبقى لك 1، وهنا 2 دي اتشالت مع دي يبقى 1 باي هاف يبقى هاف بلس 1. طبعا حضرتك بتعملها بالكالكوليتر يعني انا بفهمك الكالكوليتر بتعمل ايه، بس انت بتتاكد بالكالكوليتر. الكلام ده قلناه في الحصه اللي فاتت يا مستر. ساين 40 وهنا كوزاين كام، فقلت لك لما اجي اقول لك ساين ايكوال كوزاين يبقى الانجل دي والانجل دي لازم الصم بتاعهم 90. الصم بتاعهم كام؟ 90. طب هو مديك هنا 40، انا عاوز اجيب الانجل الثانيه، ما هما الاثنين دول يا مستر الصم بتاعهم 90، يبقى 40 ناقصها كام عشان تبقى 90؟ فاجي اقول لك بص اقول لك حاجه حلوه، تقول لي 90 ماينس 40 هيطلع لك 50، يبقى ال 40 بلس 50 ديك 90. تاني ساين ده كوزاين وساين، ساين وكوزاين الصم بتاعهم لازم الانجل دي والانجل دي الصم بتاعهم 90. يبقى اجي اقول له 90 ماينس 70 يطلع لك 20، يبقى حضرتك تيجي هنا تكتب ايه 20. تمام. هنا بقى هنطلع الايكوال ده عادي خالص كل واحد لوحده. هنا ساين 45 يبقى 1 على روت 2، مفيش حاجه في النص يبقى باي 1 على روت 2 برضو عشان دي 45 بلس ساين دي اعملها بالكالكوليتر ساين 30 يطلع لك هاف، مفيش حاجه في النص يبقى باي. كوزاين 60 هاف ماينس كوزاين باور 2 يبقى براكت باور 2، كوزاين 30 يبقى بكام؟ بروت 3 على 2. طيب طلع كده على الكالكوليتر ده هيطلع لك كام؟ ده كده يا مستر هيطلع لك هاف عشان 1 باي 1 هيبقى 1، روت 2 باي روت 2 يبقى 2. طبعا انت بتعمل ده بالكالكوليتر وهنا دي 1 على 4، هنا دي يا مستر ماينس 3 على 4. تمام يا شباب. طبعا ده مستر هيطلع لك 1 ماينس زي ده كده هيطلع لك 0 عشان دي هاف بلس هنا ده هيبقى 4 اهي. بص كده
1 ماينس ده يبقى نيجاتيف 2. انا بفهمك لكن انت بتعملها بالكالكوليتر ها. يطلع لك هاف، يبقى دي هاف عشان دي نيجاتيف 2 على 4. 2 ديفايدد 4 يبقى بهاف ونيجاتيف، وهنا بوزيتيف يبقى 0. طبعا انت بتطلع الكلام ده كله بالكالكوليتر مره واحده، فاهم، وتخلص. هنا بيقول لك without using calculator، ده لازم تبقى فاهم احنا هنعمل ايه هنا. هنا يا شباب بقى بيقول لك without using calculator، وراح جايب لك الشكل ده proof that الساين 60 equal الكلام ده. اول ما يقول لك proof that يبقى بتقسم نصين، تقول له left hand side، والناحيه التانيه تكتب right hand side. left hand side اللي هي دي ساين 60، ورايت هاند سايد اللي هو في اليمين ده. ركز معايا عشان تبقى فاهم طريقه الحل بتاعتك ايه. 2 ساين 30 كوزاين 30. ده انا كتبت ده يا مستر اهو، ده عشان هو في اليمين كتبته هنا، وده في الشمال كتبته هنا. هجيب الايكوال بتاع ده لوحده، ساين 60 هيبقى بكام يا مستر؟ روت 3 على 2. طب هنا هنطلع كل واحده لوحدها. 2 ملتبلاي ساين 30 هاف كوزاين 30 روت 3 على 2. طبعا كنسل ده مع ده، هيتبقى لك 1 باي ده 1 باي روت 3 اهو على 2. ايه ده؟ مش ده هو ده؟ اه يا مستر. يبقى تقول لي يبقى 04 left hand side equal right hand side. تمام يا شباب، كلام جميل جدا ومفيهوش حاجه. تاني عشان التكرار، هنا بيقول لك بروف ذات ان السايد ده بيساوي السايد ده، فبتقسم نصين. تيجي تقول له left hand side اللي هو تاخد الليفت بس ده tan باور 2 60 minus tan باور 2 45. الناحية التانية right hand side. right hand side يا مستر اللي هو مين؟ هتيجي تقول لي بص كده، كوزاين باور 2 60 بلس ساين باور 2 60 بلس 2 كوزاين باور 2 45. تعال نطلع الايكوال ده يا مستر. خلي بالك ده باور 2 يبقى لازم تحط براكت باور 2. هنا ساين تان 60، تان 60 يا مستر اللي هي روت 3 ماينس براكت باور 2 اهو، تان 45 يبقى 1. طيب يا مستر تعال نطلع الايكوال روت 3 باور 2. طبعا عشان هو بيقول لك without using calculator حاول طول في الخطوات. كنا ممكن نطلعها على طول بالكالكوليتور، بس بنحاول نطول في الخطوات عشان هو قال لك without using calculator. طلع ده لوحده هيطلع لك 3، وهنا 1 باور 2 1، يبقى دي يا مستر هتطلع 2. كوزاين باور 2 يبقى براكت باور 2. كوزاين 60 هاف. ساين باور 2 ما احنا يا مستر اهو براكت باور 2. طيب يا مستر ساين 60 هتبقى روت 3 على 2 بلس 2 كوزاين 45. خلي بالك بقى كوزاين 45 يبقى 1 على روت 2. اوعى تعملها بالكالكوليتر ها. تعال نطلع كل واحد لوحده. ده يبقى 1 على 4. ده لما تكتب ده كده على الكالكوليتر هيطلع لك 3 اوفر 4 بلس 2 ملتبلاي ده يا مستر لما تيجي تكتبه على الكالكوليتر يبقى ده باور 2 ده باور 2، هيطلع لك 1 على 2. 1 على ايه؟ 2. ال 2 دي اتكنسلت مع 2 دي بقت 1. هنا ده يا مستر تحسبهم من الاثنين مع بعض هيطلع لك 1، يبقى 1 بلس 1 ايكوال كام؟ 2. في مشكله في الكلام ده؟ لا يا مستر. هتقول له left hand side equal right hand side. تمام تمام، كلام بسيط وما فيهوش اي مشكله. طيب تعال نشوف نمبر 3. ممكن توقف حضرتك الفيديو وتحل؟ حبيبي وقف وحل. ايوه، طلع هات الكالكوليتر وهات ورقه وقلم واشتغل، عشان انا بقول لك حل. ما انت ما حلتش يبقى انت مش هتستفيد حاجه، عشان بس نبقى متفقين مع بعض. مش هينفع تستفيد حاجه الا لما انا اقول لك حل، لازم تحل. والماس مش هينفع ان انت تسمع بس، لازم تحل. ماشي يا حبيبي؟ ماشي. هنا يا حبيبي لما تيجي لك زي كده بتقول له ايه؟ بتقسم نصين، left hand side ورايت هاند سايد. برافو. هنا دي يا مستر تان 60، والناحية التانية 2 تان 30،
تحت 1 minus 10 باور 2 30. طيب يا مستر 10 60 دي على طول من غير كلام هتطلع لك روت 3 دي بالكالكوليتر مفيش مشكلة. طب هنا هتبقى 2 ملتبلاي 1 على روت 3. حلو حلو. تحت 1 ماينس 10 30 اهي 10 30 احنا عارفينها يا مستر 1 على روت 3. في مشكلة في كام ده؟ هتيجي تعمل كده 2 باي ده يبقى 2 اوفر روت 3. تحت يا مستر هيبقى ده يا مستر 1 ماينس ده باور 2 سوري ده روت 3 1 على روت 3. لما تيجي تعمله يا مستر باور 2 هيبقى 1 على روت 3 1 على 3 بس. طيب يا مستر نعمل ايه نعمل ايه؟ ده هتعمله بالكالكوليتر هيطلع لك روت 3. ممكن واحد تاني يقول لي يا مستر انا ممكن اعمل كده 2 روت 3 لو عاوز تطول في الحل ماينس 1 ماينس ده يبقى يا مستر سوري دي ديفايدد ها عشان ده فراكشن 1 ماينس 1 على روت 3 1 على 3 يبقى حضرتك تقول لي يا مستر دي هيطلع لك 2 على 3. تمام. طيب هتيجي تكتب دي كده على الكالكوليتر هيطلع لك روت 3. ممكن لو عاوز تعمل خطوة زيادة مش عاوز اعملها كده خلاص. ماشي يا مستر. تاني ليفت هاند سايد اهو. ممكن توقف الفيديو وتحل يا حبيبي. رايت هاند سايد وقف الفيديو وحل. هنا كوزاين باور 260 5 ساين باور 230 ماينس تان باور 245. طيب تعال نبص كده حبيبي ده كوزاين باور 2 يبقى براكت باور 2 كوزاين 60 يبقى هاف يبقى الايكوال بتاعك 1 على 4. هنا 5 اهي ساين باور 2 يبقى براكت باور 2 ساين كام؟ اه يا مستر دي ساين كام؟ 30 يبقى هاف. تان 45 يبقى تيجي حضرتك تعمل كده بص 10 يبقى تعمل براكت باور 2 45 يبقى 1. حلو حلو. هنا ده طلع الايكوال بتاعه يبقى 5 ملتبلاي 1 على 4 ماينس 1. تيجي تقول لي يا مستر دي 5 على 4 ماينس 1. ما هي 1 دي يعني 4 على 4 ده لو حبيت تعملها من غير كالكوليتور يعني هيطلع لك الايكوال بتاعك 1 على 4. لازم ده يبقى زي ده يبقى تقول له يبقى 04 left hand side equal right hand side. طب يا شباب جينا للجزء الثاني في الدرس بتاعنا من دول الجزء المهم قوي. بيجي يقول لك find the value of x فخلي بالك بقى من حته find the value of x. هنا كلمه x دي عشان تعرف تجيب الفاليو بتاعها لازم تحدد وضعها ايه. x دي حاجه من الاثنين يا اما بتجي لك على شكل انجل يا اما بتيجي على شكل نمبر. طب وانا احددها ازاي او اعرفها ازاي يا مستر؟ لو جات لك بعد اكس جت بعد كوزاين او ساين او تان ممكن بقى تجي لك اكس تجي لك اكس بلس 5 يقول لك 2 اكس. المهم تيجي بعد ساين يقول لك مثلا اكس على 2. بص قبلها تان او ساين او كوزاين اعرف ان الاكس في الحاله دي اسمها انجل. اسمها ايه؟ انجل. طيب يا مستر طب لو ما جاتلكش بعد ساين او تان او كوزاين يبقى ده نمبر. يعني مثلا لما اجي لك اقول لك اكس ساين 40 ايه ده؟ اكس دي قبلها في الحته دي كده قبلها ساين او كوزاين او تان؟ لا يبقى دي رقم. يبقى دي ايه؟ رقم نمبر عادي تحلها كايكويجن مفيش مشكله. طيب تعال نشوف الاسئله بتيجي على الجزء ده ازاي. بيقول لك كوزاين اكس ايكوال هاف عاوز يعرف اكس بكام. بيقول لك find the value of x. فانت بتسأل نفسك سؤال مستر هو اكس دي رقم ولا انجل؟ انجل. يبقى لما تعوز تجيب الانجل بنستخدم شيفت فباجي اقول له اكس ايكوال باخد الانجل دي اقول له ايكوال شيفت كوزاين عشان هنا كوزاين اكس اقول له شيفت كوزاين الايكوال اللي بره هاف. اكتب دي كده على الكالكوليتور شيفت كوزاين هاف هتلاقي بقى هنا كوزاين بقى باور نيجاتيف 1 فكلمه كوزاين باور نيجاتيف 1 يعني كلمه شيفت كوزاين. شيفت كوزاين معناها كوزاين باور نيجاتيف 1. كتبت شيفت كوزاين هاف
يطلع لك بسكستي، يبقى الاكس بكام؟ بسكستي. تخيل، سبحان الله. تعال نشوف واحدة تاني طبعا عشان تثبت معانا الموضوع. بص يا حبيبي كده، هنا ساين اكس ايكوال هاف، انا عاوز اجيب اكس، فيا مستر لو سمحت الاكس دي جت بعد الساين يبقى دي انجل، فادام انجل يبقى لازم هستخدم ايه؟ شيفت. شيفت ايه؟ حسب اللي موجود، دي ساين يبقى اكتب ساين، اللي قبليها كانت كوزاين فعشان كده كتبت كوزاين. طب شيفت كوزاين شيفت ساين الايكوال اللي بره اللي هي هاف، يبقى شيفت كوزاين شيفت ساين هاف، طلع لك كام يا مستر؟ طلع لي 30، يبقى الاكس دي يا مستر ب 30. خلصت. هنا حب يعني يصعب عليك شويه، جايب لك هنا ساين 2 اكس، ولا يهمك، مش الاكس دي جت بعد الساين؟ اه يا مستر جت بعد الساين اهي، قبليها ساين فيبقى دي انجل، فدام انجل يبقى تقول له 2 اكس ايكوال شيفت على طول، شيفت ساين روت 3 على 2. كتبت دي كده على الكالكوليتور، شيفت ساين روت 3 على 2 هيطلع لك ب 60. يبقى افهم من كده ان 2x ايكوال 60. طب يا مستر انا عاوز اكس بس، خد دي تروح الناحيه الثانيه ديفايد عشان دي معموله باي، يبقى x ايكوال 30. كلام بسيط وجميل، مفيش مشكله. بس خلي بالك اهم حاجه الساين الكوزاين، قبل ما اقول شيفت او كده لازم قبل الكوزاين ما يبقاش فيه رقم، ده رقم السؤال ها. هنا كوزاين الاكس دي جت بعد كوزاين، يبقى اكس على 2، يبقى دي كلها اسمها انجل اكس على 2، اقول له شيفت كوزاين الايكوال اللي بره، الايكوال ايه اللي بره. طيب يا مستر هيطلع لك كام؟ كتبت دي على الكالكوليتر، شيفت كوزاين هاف، يا مستر هيطلع لك ب 60، يبقى تيجي تقول له اكس على 2 ايكوال 60. مستر انا عاوز اكس بس، مش هنا اكس على 2 دي معناها اكس ديفايد 2؟ يعني 2 هنا ديفايدد، هتروح الناحيه الثانيه ايه يا مستر؟ هتروح باي، يبقى x ايكوال كام؟ ايكوال 120. 100 ايه؟ 20. اسئله كتير جدا وافكار كتير، يلا ممكن تحل حضرتك. ده السؤال ده ممكن تحله، تلاقي ليه مكان فاضي عندك في الكتاب. tan x minus 5 equal 1 على روت 3. وقف الفيديو حضرتك وانا او حل، وبعد كده شوف حلك صح ولا لا. يا ابني وقف وهات قلم وورقه واشتغل، لو ما سمعتش الكلام ملهوش لازمه الدرس. بص يا حبيبي، اكس دي جت بعد مين؟ بعد تاني، يبقى كل دي كده اسمها انجل، اكس ماينس 5 دي انجل. رحت كده كتبت اكس ماينس 5 وايكوال، بعد كده بقول له شيفت تان الايكوال اللي بره ده 1 على روت 3. فلما بتكتب شيفت تان يطلع لك تان باور نيجاتيف 1 ويفتح لك براكت، تكتب جواه كده يطلع لك 30. هيطلع لك كام؟ 30 على الكالكوليتر. يبقى اكس ماينس 5 ايكوال 30، وادي ال 5 دي الناحيه الثانيه بالبوزيتيف، يبقى x ايكوال كام؟ 35. كلام بسيط جدا ومفيهوش اي حاجه. تمام يا شباب، ده الشكل الاول بتاع الايه الاكس لما بتجيلك على شكل انجل. طيب تعالى بص هنا بقى، حب يكبر معاك الموضوع شويه، جاب لك هنا ايه؟ بص كده عشان الناس بتتلخبط في الحته دي. 2 ساين اكس ايكوال tan 60. فده مش هنعمل شيفت على طول ساين، ده لازم تتظبط. اول حاجه الاكس بعد ساين، يبقى لازم اشتغل بالشيفت، بس عشان تشتغل بالشيفت لازم تجيب السمبلس فورم بتاع الشكل اللي قدامك. بص كده معايا، ادي 2 ساين اكس، دي ممكن نكتبها على الكالكوليتر عادي، بكتب على الكالكوليتر طلعت لي روت 3. في مشكله؟ مفيش. طب يا مستر انا عاوز اكس، يا عم ماشي، بس لازم تبقى ساين لوحدها او كوزاين لوحدها، مفيش حاجه قدامها. طب نخلص من التو طيب نخلص من التو، يا مستر ودي التو الناحيه الثانيه بالديفايد عشان هي معموله باي، يبقى ساين اكس ايكوال روت 3 على 2. طب انا عاوز يا مستر الاكس، خلاص كده تقدر تقول له شيفت ساين روت 3 على 2. هيطلع لك بكام يا مستر؟ هيطلع لك ب 60، يبقى الاكس ب 60.
في مشكله؟ كلام بسيط والله ما فيهوش اي حاجه. نمبر 7 بيقول لك هنا 4x وهنا كوزاين باور 2 30 وتان باور 2 30 وتان باور 2 45. اول حاجه الاكس دي انجل ولا نمبر؟ هقول لك تاني، بنحدد ازاي ان هي انجل ولا نمبر؟ حسب قدامها هنا ساين او كوزاين او تان، لا يبقى دي رقم عادي خالص. هقول له 4x ايكوال واحلها كايكويجن، نطلع الايكوال بتاع الحاجات دي. ادام حاجه تقدر تطلعها بالكالكوليتر طلعها. بس دي كوزاين باور 2 يبقى لازم تعمل براكت باور 2. كوزاين 30 هيطلع لك روت 3 على 2. مفيش حاجه في النص يبقى باي. تان باور 2 يبقى تعمل براكت باور 2. تان 30 يا مستر ممكن نعملها بالكالكوليتر وممكن نعملها عادي عشان انا ما قالكش وزاوت يوزنج كالكوليتر. لو عملتها بالكالكوليتر يبقى روت 3 على 3، لكن لو عملتها بمخك عشان احنا عارفينها 1 على روت 3. ملتبلاي تان 45 يبقى تعمل براكت باور 2. تان 45 ب 1 ماشي، يبقى 4x دي هتبقى 3 اوفر 4 ملتبلاي 1 اوفر 3 ملتبلاي 1. طبعا بص حبيبي دي اتكنسلت مع دي عشان ده باي في النص باي، لو في النص بلس ما ينفعش نكنسل. طيب يا مستر يبقى 4x ايكوال، اكتب ده كده زي ما هو كده على الكالكوليتر، هيطلع لك 1 على 4. 1 على ايه؟ 4. طب انا عاوز اعرف اكس بس يا مستر، يبقى ال 4 دي يا حبيبي هتروح الناحيه الثانيه بالديفايد 4، يبقى x ايكوال 1 على 4 ديفايدد 4 يبقى 1 على 16. كلام بسيط وجميل. تعال بص تاني نمبر 8. نمبر 8 بيقول لك x ساين 30 كوزاين 45 باور 2 كوزاين 30 باور 2. اول حاجه الاكس قدامها ساين او كوزاين او تان، لا يبقى دي نمبر، يبقى مش هعمل شيفت. بعمل شيفت لما تكون في حاله الانجل، لكن هنا دي مش هعمل شيفت عشان دي مش في انجل. فبقول له اكس زي ما هي. ساين 30 يا مستر بهاف ملتبلاي كوزاين 45 يبقى عملت براكت باور 2. كوزاين 45 اللي هي 1 على روت 2. هنا دي يا مستر هتبقى براكت باور 2 برضو. كوزاين 30 هتبقى روت 3 على 2. طيب يا مستر وبعدين بص ده كده اكتبه بالكالكوليتر ماشي، دي هتطلع لك 1 على 4. طيب تعال نشوف الناحية التانية. هتعمل دي باور 2 هيبقى 3 اوفر 4. 3 اوفر ايه؟ 4، عشان احنا بنعمل باور 2 اللي فوق وباور 2 اللي تحت. هتودي دي الناحية التانية، مش دي اكس ملتبلاي يبقى تروح ديفايدد 1 على 4. طيب تعال نشوف الاكس هتطلع لك بكام. تطلع لك ب 3. هتطلع لك بكام؟ ب 3. هنا اكس ساين باور 2 45 تان باور 2 60. برضو اكس دي نمبر يا مستر، ولو سمحت وقف الفيديو وحل انت لوحدك. ماشي براحتك. ادي اكس اهو ملتبلاي ساين 45 يبقى تفتح براكت باور 2 عشان هنا في باور 2. ساين 45 اللي هي 1 على روت 2. تان 60 تفتح براكت باور 2 عشان تان باور 2. تان 60 بس هتبقى روت 3. طيب يا مستر طلع الايكوال بتاع ده، هيبقى هاف الناحية التانية تبقى 3. ودي الهاف الناحية التانية بالديفايد يبقى اكس ايكوال كام؟ ايكوال 6. طيب تعالى بص السؤال ده كده يا شباب. هنا بيقول لك ايه؟ هنا ساين اكس اهي نزل زي ما هي. بص كده ساين 60 روت 3 على 2، مفيش حاجة في النص يبقى باي. هنا كوزاين 30 يا مستر دي هتبقى روت 3 على 2 ماينس ساين كوزاين 60 هاف. طبعا انت بتعمل ده بالكالكوليتر مفيش مشكلة. ها هنا ساين 30 برضه هتطلع لك بهاف. طب يا مستر ده لسه برضه هنا خلي بالك الاكس هنا في الحالة دي انجل بعد ساين، بس لازم تظبط كل الكلام ده، يعني كل الكلام ده حبيبي انت بتطلعه على الكالكوليتر. تمام، ده يطلع لك بكام على الكالكوليتر؟ ده يبقى 4 وده 3 يبقى 3 على 4، وهنا ده يبقى 1 على 4 يبقى ساين اكس هتطلع لك بهاف.
هنا الشكل ده بقى خلاص ده السمبلس فورم، فانت بتقول له بص انا عاوز الانجل، ادام عاوز الانجل فيبقى انا هقول له شيفت ساين هاف. شيفت ساين الايكوال اللي بره ده يا مستر يطلع لك ب 30، يبقى الاكس بكام؟ ب 30. كلام بسيط وما فيهوش مشكله. تعالى بص هنا نمبر 11 بيقول لك 2 ساين اكس، يبقى 2 ساين اكس ما فيش مشكله. طلع الايكوال ده ينفع نعمله بالكالكوليتر عادي، يبقى ده هاف باي كوزاين 60 هاف بلس، هنا بلس حطيت بلس، كوزاين 30 روت 3 على 2 ملتبلاي كوزاين 60 روت 3 على 2 2 ساين اكس. طلع ده على الكالكوليتر يبقى 1 على 4 بلس، طلع ده على الكالكوليتر يطلع لك 3 على 4. ممكن تطلعه كله مره واحده، يعني ممكن اكتب كده مره واحده على الكالكوليتر وتطلع مفيش مشكله، تبقى ساين اكس ايكوال، اكتب ده كده يا مستر على الكالكوليتر هيطلع لك 1. هقول له شيفت ساين، بس في مشكله قبل الساين في 2، يبقى انا قبل ما اعمل شيفت ما انا عرفت ان الانجل دي ان الاكس انجل، يبقى هقول شيفت، بس قبل ما اقول شيفت لازم يبقى الساين ما يبقاش قدامها حاجه، ال2 دي هوديها الناحيه الثانيه يبقى ساين اكس ايكوال 1 على 2. في الحاله دي يا مستر تقدر تقول له الاكس اللي هي الانجل دي يا مستر اهي ايكوال شيفت ساين هاف، يطلع لك برضو 30. شفت بقى الكلام جميل ازاي؟ حاجات سهله والله وجميله، بس لازم تحل بايدك. ده الجزء الثالث معانا في الحصه. ماشي، الجزء ده بقى مهم قوي قوي قوي. تمام، تعالى بص هو بيقول لك ايه. بيقول لك هنا عندك اي بي سي، ده رايت انجل ترينجل ات بي، فرحت انا رسمت رايت انجل ترينجل عند البي اهو، يبقى دي بي وهنا ده اي وده سي. طيب يا مستر هنا بيقول لك اي سي ايكوال 8، اي سي ده 8 سنتيمتر، وميجر انجل اي ب 50، عاوز يعرف اللينس بتاع الاي بي. يا نهار ابيض، طب يجيب الاي بي ده بايثاغورس، انا عندي سايد واحد بس، لازم يبقى عندي التاني عشان اجيب السايد التالت بايثاغورس. اه، هنا انا عندي انجل وعندي سايد، طبعا رايت انجل اساسي، يعني انا عندي انجل وسايد، ادام عندك حاجتين تقدر تجيب التالتة وتجيب بقية الحاجات اللي انت عاوزها. طب يا مستر اعمل ايه في الحالة دي؟ بص يا حبيبي، انت هنشتغل بساين او كوزاين او تان. ماشي، طب استخدم انهي واحدة فيهم يا مستر؟ مش بمزاجك، حسب اللي موجود عندك. انا هنا موجود عندي انجل A وعندي هايبوتنس، عندك ايه يا حبيبي؟ هايبوتنس. اه، وانا محتاج الايه؟ الادجيسن ده، ما هو ده اللي جنب ال 50 ده ادجيسن، فانا بقول له انا عندي هايبوتنس ومحتاج ادجيسنت، يبقى ايه اللي يربط بين الهايبوتنس والادجيسنت؟ اه يا مستر سهى ولا كهربت ولا تقى؟ اللي يربط بين الادجيسنت والهايبوتنس يا مستر الكوزاين، عشان الكوزاين ادجيسنت على هايبوتنس، يبقى اجي اقول له كده كوزاين A ايكوال كوزاين A، انا واقف عند ليه؟ يبقى ادجيسنت اللي هو اي بي اوفر هايبوتنس اي سي. طب اشمعنى اخترت كوزاين؟ عشان انا بص اشوف ايه الداتا اللي موجوده عندي، عندي هايبوتنس وانا محتاج ادجيسنت، يبقى هايبوتنس وادجيسنت يبقى كوزاين. فباجي اعوض هنا تعويض مباشر، بص كده كوزاين A، الاي بكام يا حبيبي؟ ب 50، هو اللي مديها لك، تقول له انجل A ب 50. اي بي انا عاوز اعرفها، اي سي ب 8 صح؟ اه يا مستر، طبعا هنا الدومينيتور 1 تعمل كروس مالتيبليكيشن، هتيجي تقول له كده اي بي، بص كده معايا وبتعمل فراكشن، اي بي من قدامها 1 يبقى تحط 1 تحت، والاثنين دول قصاد بعض يبقى 8 كوزاين 50. طيب يا مستر هتطلع الايكوال بتاع ده بالكالكوليتور، ما فيهوش مشكله، هيطلع لك كام؟ هيطلع لك 5.14. واحد يقول لي مثلا ادوس ابوستروف، يا حبيبي ده لينس بتاع سايد، بتدوس ابوستروف لما يكون عاوز انجل.
صعب الكلام ده؟ طيب تعال نشوف. بص السؤال ده جميل قوي. بيقول لك اي بي سي دي از ريكتانجل، واداك اي بي ب 15 واي سي ب 25. عاوز يعرف اول حاجه، عاوز ميجر انجل اي سي بي. وهنا بيقول لك السيرفيس اريا بتاع الريكتانجل طبعا الاريا بتاعته لينس تايم ويدث. طب نمشي واحده واحده. اول حاجه هنرسم ريكتانجل. ادي الريكتانجل بتاعك سميته A B C D. هنا A B ب 15 و A C اللي هو الدياجونال ده يا مستر ب 25. حلو. طب انت محتاج ايه؟ محتاج ميجر انجل A C B. A C B يعني محتاج الانجل دي سميها اكس. سميت الانجل دي ايه؟ اكس. طيب ماشي يا مستر، هقول له انا عاوز انجل اكس. طيب يا مستر انجل اكس دي هتختار ساين ولا كوزاين ولا تان؟ مش بمزاجك يا حبيبي والله، بالداتا اللي موجوده عندك. انت دلوقتي يا حبيبي ايه اللي موجود عندك؟ عندك ان عاوز اكس اهي، صح؟ مش هي اكس اللي انت بتتكلم عليها؟ ده قدامك اوبوزيت، وعندي هايبوتنس وده هايبوتنس، يبقى اوبوزيت وهايبوتنس. اوبوزيت وهايبوتنس اللي هي سهى، يبقى هشتغل بالساين اهو. مش انا عاوز الاكس؟ عندك السايد ده اللي موجود عندك اوبوزيت، وعندي هايبوتنس. ادام عندي اوبوزيت وهايبوتنس يا مستر، يبقى خلاص هشتغل بمين؟ هشتغل بساين. تيجي تكتب له كده ساين اكس، طبعا اكس اللي هي الانجل دي، ايكوال اوبوزيت اللي هو 15 اوفر هايبوتنس اللي هي 25. طبعا واحنا كنا لسه بنشتغل بنقول لما تعوز تجيب انجل بتعمل ايه يا مستر؟ اقول له اكس ايكوال شيفت ساين 15 على 25. هيطلع لك ايكوال. هنا في الحاله دي بتعمل ابوستروف. بص الايكوال بتاعك هيطلع لك كام؟ هيطلع لك 36 degree 52 minutes 12 second. تاني، هتيجي تقول له دلوقتي ساين اكس ايكوال 15 على 25. طب انا عاوز اجيب اكس، هقول له اكس ايكوال شيفت ساين، انا المفروض نكتب ساين، شيفت ساين 15 على 25، والايكوال اللي يطلع هتدوس عليه الابوستروف هيطلع لك الشكل بتاعك ده. خلاص يا مستر انا جبت الانجل. طب انا عاوز اجيب الاريا انا عاوز اجيب لينس والويتس. طب مش ده رايت انجل تريانجل يا شباب؟ 15 وده. اقدر اجيب البي سي بكل سهوله يا مستر. هتقول لي البي سي ايكوال روت 25 باور 2 بلس، سوري هيبقى ماينس عشان ده سايد صغير، 15 باور 2 يطلع لك ب 20. يبقى ده ب 20 يا مستر. يبقى تقول له الاريا ايكوال لينس تايم ويتس، يبقى 15 ملتبلاي 20 يطلع لك 300 سنتيمتر سكوير. كلام بسيط جدا ومفيش مشكله. والمسائل دي تحس ان هي صعبه بس حلها بسيط لو انت فهمت. انت دلوقتي بتحدد انا عاوز الانجل دي، بشوف ايه اللي موجود عندي، اوبوزيت وهايبوتنس، يبقى اوبوزيت وهايبوتنس يبقى اشتغل بالساين. هو ده اهم حاجه، تحدد انت هتعمل ايه. الكلام ده احنا قلناه الحصه اللي فاتت وقلناه في اول الحصه. بيقول لك ساين 30، ساين 30 وكوزاين. طب ما احنا عارفين يا مستر ساين وكوزاين يبقى الانجل دي والانجل دي لازم يكونوا كام؟ 90. فتيجي تقول له 90 ماينس 30 هيطلع لك 60. ماشي. طب هنا بيقول لك تان 75، يبقى هنا ساين 75، هنا 75 عادي جدا مفيش مشكله. يبقى ده قانون اصلا، التان معناه ساين على كوزاين. طب هنا اللي جنب التان بتحطه فوق وبتحطه جنب كوزاين. بص السؤال ده من الاسئله الجميله جدا 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 جدا. هنا بيقول لك اي بي سي از isosceles triangle، ماشي، واداك هنا الاي بي ايكوال اي سي ايكوال 12.6. حلو. رحت انا رسمت isosceles triangle، سميت هنا A B C، وقلت له السايد ده بيساوي السايد ده عشان ده isosceles triangle، وقال لك السايد ده ب 12.6 يبقى اكيد التاني 12.6 مفيش كلام. وقال لك ميجر انجل سي ب 84 و 24 minutes. حلو حلو. بيقول لك find the length of BC، عاوز يعرف البي سي اللي تحت قد ايه. هجيب البي سي ده ازاي يا مستر؟ بص يا حبيبي، مبدئيا كده في التريج عموما لما تلاقي ايزوسيس تريانجل يبقى لازم تعمل كونستراكشن. هتنزل كده
رايت انجل وسمي دي على طول على طول. الترابيزيوم في من عند الفيرتكس اللي فوق بينزل برضه بيربنديكولار، لازم يبقى في رايت انجل، لازم يبقى عندي رايت انجل هنا كده صح. هنا الانجل دي كام؟ 84 ديجري في 24، يبقى دي برضه 84 ديجري 24. اشتغل بقى على التريانجل اي بي دي او الاي سي دي زي ما انت عاوز. طيب انت عاوز ايه اصلا؟ انا عاوز اجيب البي سي يعني السايد ده كله. وخلي بالك من ضمن البروبرتيز في الايزوسيلس تريانجل ان هو بيقسم الانجل دي نصين، الهايت ده بيقسم الانجل دي الفيرتكس انجل نصين، ويقسم البيس كمان ايه نصين قد بعض. يعني دي بي ايكوال الدي سي. يعني يا مستر هو عاوز البي سي كلها، يعني لو دي طلعت 5 يبقى دي 5، لو دي 10 يبقى دي كمان 10، لو دي 20 يبقى دي 20. يبقى البي سي كلها لو دي 20 ودي 20 يبقى البي سي كلها 20 باي 2 اللي هي تبقى 40، ده لو طلعت ب 20. طب يعني هي بكام؟ انا ما اعرفش، ده انا لسه هشتغل واجيبها. طيب تعالى بص معايا كده. بص يا حبيبي، اداك الانجل اهي واداك السايد ده وانا محتاج ده. طيب يا مستر اعمل ايه لما اكون محتاج ده يا مستر؟ تعالى بص يا حبيبي كده. انا محتاج ده يا مستر، مش عارف هو بكام. انا مش عارف ده بكام صح. اه اجيبه ازاي؟ طيب تعالى، ده رايت انجل تريانجل، بتشوف ايه الداتا اللي عندك. انا عندي هايبوتنس، ده كده هايبوتنس عشان ده رايت انجل، وانا محتاج ادجيسنت، يبقى هايبوتنس وادجيسنت اللي هي كهربة اللي هي كوزاين. هقول له كوزاين بي يبقى ادجيسنت على هايبوتنس. اه صح يا مستر، ما هو ده هايبوتنس وانا محتاج الادجيسنت. يبقى انت تشوف عشان تعرف تختار ساين ولا كوزاين ولا تان، ايه الداتا اللي موجوده عندك. عندي هايبوتنس وانا محتاج الادجيسنت، يبقى ده كوزاين على طول. طب لو انا عندي هايبوتنس ومحتاج الاوبزيت يبقى تختار الساين. طب لو انت عندك الاوبزيت ومحتاج الادجيسنت او العكس يبقى انت تشتغل بالتان، حسب الداتا اللي موجوده عندك وانت محتاج ايه اللي موجود وانت عاوز ايه. طيب يا مستر فاجي اقول له كوزاين بي ايكوال كوزاين بي يبقى ادجيسنت اللي هو البي دي اوفر الهايبوتنس اللي هو الاي بي. فتيجي تقول لي كوزاين بي اللي هي 84 ديجري وهنا دي 24 minutes. الاي دي هيبقى مش عارفينها، البي دي سوري، الاي بي ب 12.6. تمام تمام. مستر هنا في كده تحت 1 وهنعمل كروس مالتيبليكيشن عشان نبقى فاهمين. ادي البي دي هتقول لي كده فراكشن، البي دي قدامها 1 يبقى ال1 ده ينزل تحت عشان الناس اللي ما بتعرفش تعمل كروس مالتيبليكيشن. هنا 12.6 ملتبلاي كوزاين كام؟ 84 ديجري و24 minutes. طيب عشان تعرف امسك الكالكوليتور كده وامشي معايا واحده واحده. هتعمل فراكشن 12.6 باي كوزاين 84 ابوستروف الزرار اللي تحت الروت اللي هو عليه كوما، دي 3 كوما كده، 84 ابوستروف بعد كده 24 ابوستروف تاني، وما تنساش تقفل البراكت ده عشان ما يطلعلكش ماس ايرور. طيب في الحاله دي يا مستر هيطلع لك الايكوال كام؟ ده يطلع لك 1.2295. طب يا مستر الحته دي طلعت 1.2295. طب انا يا مستر عاوز اجيب السايت ده كله بقى، فهقول له البي سي. تمام يا شباب. طيب عشان اجيب البي سي كلها هعمل 2 باي 1.2295، ده هيطلع لك 2.4 ديسمال كتير باين 5 ديسمال كتير، بس انا مش محتاج ده. هو قال لك approximate to nearest 1 decimal place، انا محتاج واحد بس في الديسيمال، فهاخد الفور طبعا. هشوف الفايف هتديها طبعا يا مستر، فهتقول لي approximation 2.5 عشان من اول 5 وانت طالع بيزود 1، اقل من 5 ما بيزودش حاجه. تمام. طيب تعال نشوف اللي بعده. هنا بيقول لك اي بي سي ده ايزوسيلس تريانجل، ده زي اللي احنا كنا لسه حالينه. ممكن حضرتك لو سمحت تحله، وقف الفيديو كده وحله. طيب بص كده معايا يا بابا، اول حاجه ده ايزوسيلس تريانجل، يبقى حضرتك هترسم ايزوسيلس تريانجل اهو.
اسمه A B C 7 و7 والسايد ده بيساوي السايد ده عشان هو اللي قايل لي. بي سي ب 10 اداك البيس كلها ب 10. بيقول لك فايند ميجر انجل بي، عاوز يعرف ميجر انجل بي وعاوز يجيب الاريا. طبعا الاريا هاف باي بيز باي هايت. يبقى انا هاجي هنا اول حاجه بنعمل كونستراكشن، هتيجي ترسم ده عشان ده ايزوسيلس ترينجل، لازم ترسم الهايت اهو، هسميه دي، بيقسم البيز نصين. حلو حلو، يعني ده 5 ودي ايه 5. ماشي يا مستر، انت عاوز تجيب ميجر انجل بي صح؟ اه يا مستر. طيب بي ايه الداتا اللي عندك؟ اه يا مستر انا عندي ادجيسنت اللي هو 5 وعندي هايبوتنس، يبقى انت حددت ادجيسنت وهايبوتنس، يبقى ده يا مستر على طول كوزاين. يبقى تقول له كوزاين بي، كوزاين انجل بي دي ادجيسنت اللي هو 5 على الهايبوتنس اللي هو كام 7. طيب يا مستر هتيجي حضرتك زي الشاطر تقول لي يا مستر انا عاوز اجيب ميجر انجل بي، فده ميجر انجل بعد كوزاين كده ميجر انجل، اقول له ميجر انجل بي. اه مستر رضا قال لنا لما تعوز تجيب ميجر انجل لازم تقول له شيفت كوزاين او ساين حسب اللي موجود عندك، يبقى دي كوزاين 5 اوفر 7 ونطلع الايكوال ده. طب يا شباب هنعمل شيفت كوزاين 5 على 7 هيطلع لك 4 ديسيمال 44.415 حاجات كتير. هتدوس حضرتك على ابوستروف اللي هو الزرار اللي هو تحت الروت ده، هيطلع لك 44 degree 24 minutes 55.11 second. طب ده الطلب الاول. الطلب الثاني هو عاوز الاريا بتاع الترينجل، عاوز هاف باي بيز باي هايت. البيز بتاع الترينجل كله موجود اهو اللي هو 10. انا المشكله عندي في الهايت ده، اجيبه ازاي؟ سهله، هتقول له اي دي ايكوال روت 7 باور 2 ماينس 5 باور 2، عشان بص ده سايد صغير اهو، ده رايت انجل اهو صح؟ ادام سايد صغير سايد من التو رايت انجل يا مستر، يبقى في الحاله دي على طول يا مستر بتاخد ايه؟ بتحط ماينس في النص. طيب هتقول لي 7 باور 2 ماينس 5 باور 2 يطلع لك الايكوال 2 روت 6. تمام تمام. طيب هقول له الاريا، هقول له هاف ملتبلاي بيز ملتبلاي هايت. ادي الهاف اهي، البيز بتاعتك 10 ملتبلاي الهايت بتاعك 2 روت 6. تمام تمام. طبعا ده يا مستر هيطلع لك كام؟ ده هيطلع لك 10 روت 6، 10 روت 6 سنتيمتر سكوير. في مشكلة في الكلام ده ولا أي حاجة؟ طيب تعال نشوف السؤال فيه فكرة جميلة. ماشي، بيقول لك A B C D is trapezium. قلت لك احنا الترابيزيوم عندك في ثالثه اعدادي حاجه من اتنين، يا رايت ترابيزيوم يا ايزوسس ترابيزيوم، مفيش تاني. طيب يا مستر جه قال لك اي دي بارل للبي سي. حلو حلو. طيب هنا بيقول لك measure angle ABC equal 90 if AB equal 12 ED equal 16. ده فانت حضرتك اول ما قال لك في انجل ب 90 يبقى ده اسمه رايت ترابيزيوم، فنرسم رايت ترابيزيوم اهو. طيب هو قال لك A B C، طب اشمعنى خليت البي هنا وما خليتهاش فوق؟ عشان تعالى بص هنا A B ب 12 و A D ب 16، وجي قال لك البي سي ب 25 يبقى اكبر سايد مين 25، عشان كده خليت الحته دي بقت البي هنا وخليت السي، يبقى الاي والدي. تاني اكبر سايد 20 اللي هي 25، فيبقى البي هنا بي سي تحت، وهو قال لك رايت انجل ات اي بي، ما اللي في النص ديك الانجل اللي هي بيبقى رايت، فهنا خلاص يا مستر بقت رايت خلاص ماشي. طيب حطيت بقى بقيه الحاجات، هنا اي بي ب 12 رحت رسمت هنا 12، هنا اي دي ب 16. تمام. بيقول لك فايند لينس دي سي، عاوز الدي سي اللي هو السايد ده، طبعا هو اصلا مش مدينا دي، ماشي احنا لسه هنجيبها. طب بص يا مستر، اول حاجه طبعا ده ايزوس ترابيزيوم، احنا رسمنا مين ده مرسوم جديد سميته هنا اف او تسميه زي ما انت عاوز. حلو حلو. طيب مبدئيا كده ده 16 يبقى ده 16، مش هو كان قايل لك دي كلها 25؟ طب ما دي 16 يا مستر، هتقول له 25 ماينس 16 يطلع لك 9، يبقى انا عرفت دي 9.
ده 12 يبقى اللي قدامه 12 اللي هو ده. اقدر اجيب السايد دي سي. اه يا مستر برايت انجل تريانجل اهو واشتغل. هتقول لي يا مستر دي سي ايكوال روت 12 باور 2 بلس 9 باور 2. ليه يا مستر؟ عشان ده حبيبي رايت انجل تريانجل وانا عاوز مين؟ الهايبوتنس. ماشي. طيب هتيجي تقول لي يا مستر هنا 12 باور 2 بلس 9 باور 2 هيطلع لك يا مستر 15. يبقى السايد ده كام؟ 15. يبقى اول حاجه هو كان طالبها دي سي. خلاص. هنا طالب منك يا مستر ميجر انجل سي. فين سي؟ اهي ميجر انجل. يبقى دام عاوز ميجر انجل يبقى انا هشتغل بساين او كوزاين او تان. هنا في الحاله دي يا مستر انا ممكن اشتغل باي حاجه. ليه؟ عشان عندي 3 ساين. ممكن اشتغل بالساين، اشتغل بالكوزاين، اشتغل بالتان، زي ما انا عاوز. زي ما انت عاوز. بس الاحسن نشتغل على الداتا الاصليه اللي موجوده عندك دي 12 ودي 9. يبقى انا واقف عند السي. يبقى عندك هنا ده اوبوزيت، ده كده اوبوزيت وادجيسنت. يبقى ايه اللي يربط بين الاوبوزيت والادجيسنت؟ تقى تان. يبقى اجي اقول له كده تان سي ايكوال اوبوزيت اللي هو 12 على الادجيسنت اللي جنبك ده اللي هو 9. سؤال جميل جدا محتاج تركيز. هنا اجيب السي. يبقى تيجي وتقول لي ميجر انجل سي ايكوال شيفت تان 12 اوفر 9. هنطلع الايكوال ده كده هيطلع لك 53 وديسمال كتير. هتدوس على الابوستروف يبقى 53 degree 7 minutes 48.37 second. طب يا مستر جبنا البي. تعال بص بقى هو طالب منك ايه؟ عاوز ساين دي سي بي. يبقى هو عاوز سي. خلي بالك ها، بس مش اي سي. هو اللي قايل لك دي سي بي. يا مستر ان هو عاوز ساين الانجل دي. هو مش عاوز الانجل، هو عاوز الساين بتاعها. فبتيجي حضرتك انت هتشتغل في رايت انجل اهو. ادام انجل كامله يبقى انا هشتغل في الرايت انجل تريانجل اهو. ما هو انجل دي اسمها دي سي اف او دي سي بي، هي. فاجي اقول له ساين انجل دي سي بي. اطلعها لوحدها وبعد كده اجيب دي لوحدها واعمل لهم ماينس. هنا ده يا مستر هيبقى ده ساين اوبوزيت على هايبوتنس. ساين اوبوزيت على هايبوتنس يبقى 12 على 15. ده الجزء الاول. الجزء الثاني بقى اجيب تان انجل اي سي بي. هتجيب انجل اي سي بي يا مستر. بص كده معايا بقى عشان الحته دي فيها شغل شويه واحنا قلناها في الدرس اللي فات. خلي بالك ماشي. ايه اهو بص. طيب يا شباب انا دلوقتي عاوز اجيب ميجر انجل اي. بص كده اي سي. بص انا همشي كده اي سي بي. يبقى حضرتك بقى كده بص انا مش عاوز سي كلها، انا عاوز الانجل دي. يبقى مش هينفع اشتغل في التريانجل الصغير عشان التريانجل الصغير يبقى سي كلها. لكن هنا بص جاب لك ده كده يا مستر، يعني هو عاوز نص بس، عاوز نص السي مش السي كلها. يبقى لازم تشتغل على الرايت انجل التريانجل الكبير ده، وده احنا قلناه الحصه اللي فاتت. فباجي اقول له انت عاوز تان اللي هو اوبوزيت تقع على ادجيسنت صح؟ اكمل الناحيه الثانيه. ماشي. تعالى بص كده معايا فوق، اطلع فوق شويه. يبقى الاوبوزيت بتاعك اللي هو 12. الادجيسنت بقى الحته دي كلها، ده كله الادجيسنت بتاعك اللي هو 25. طيب تعالى بقى نشوف هنا هو طالب منك ايه يا حبيبي؟ طالب منك عاوز ساين دي سي بي. انا لسه مطلعها يا مستر دي 12 على 15 ماينس تان دي لسه مطلعها 12 اوفر 25. وتكتب ده كده على الكالكوليتر هيطلع لك بكام يا مستر؟ ب 8 على 25. يبقى ده الانسر بتاعك. سؤال فيه فكره وجديد شويه. تمام. طيب بص كده معايا. بص كده معايا يا حبيبي. السؤال ده بيقول لك ايه؟ ده اي بي سي دي، ده باريلوجرام. اداك الاريا بتاعته كام؟ اداك الاريا اهو. تمام.
96. طيب بيقول لك هنا والريشيو بين بي اي واي سي ايكوال 1 to 2 1 to 3 واي اي بيربنديكولار على البي سي تمام واي اي ب 8 سنتيمتر. طيب هنا طالب منك عاوز اللينس بتاع الاي دي، عاوز السايد ده كده، وعاوز ميجر انجل بي، وعاوز اللينس بتاع الاي بي اللي هو السايد ده تو نيرست ايه ديسيمال. ماشي. طب هو اداك الاريا، هو الاريا بتاعت الباريلوجرام بكام؟ تعالى بالراحه كده. الاريا هيبقى بيز ملتبلاي هايت. طب ما هو البيز بكام يا مس الهاي الاريا بكام؟ ب 96. طب انا عندي هنا ايه؟ عندك هايت ده ب 8 والبيز انا مش عارفها، ده مطلوبه. يبقى بيز ملتبلاي الهايت اللي هو 8 ايكوال 96. هودي ده الناحيه التانيه بس دي باي هتروح الناحيه التانيه ديفايد. يبقى البيز يا مستر 96 على 8. فتيجي حضرتك تقول لي ده يطلع لك ب 12. يبقى البيز دي يا مستر ب 12، يبقى اللي فوق ده كمان كام؟ 12. يبقى دي اول حاجه كان طالبها اي دي. يبقى الاي دي يا مستر ب 12. يبقى نمبر A اي دي ايكوال 12. هي ده شغل اريا. الاريا بتاع الباريلوجرام بيز باي هايت، ادي هايت وادي البيز. فقلت له بيز باي هايت 96، يبقى البيز نزلت، الهايت اهي ب 8 اهو، ده الهايت ب 8 و96 وديت ال 8 الناحيه الثانيه ب 12. طيب مش مستر انا عاوز ميجر انجل بي. طب عشان اجيب ميجر انجل بي ثانيه واحده بس، لازم يكون عندي تو سايد على الاقل يعني، يبقى ده مثلا وده. طيب هو اداك هنا ريشيو، شايف الريشيو دي؟ اه يا مستر ريشيو دي اللي هو مين؟ بي اي اللي هو الحته دي، واي سي اللي هي الحته دي. اه يا مستر دي 1 2 3. طب هنعملها ازاي دي؟ بص كده اهو بي اي 2 اي سي ايكوال 1 2 3. هزود واحده تاني اسمها sum. ليه يا مستر؟ عشان عندي الصم بتاعهم هما الاثنين ب 12. هزود صم، يبقى هنا 4 واحط 12 تحت. يبقى تيجي تقول لي بي اي ايكوال كروس مالتيبليكيشن، البي اي قدامها 12 يبقى 1 باي 12 ديفايدد 4 يطلع لك كام؟ 3. يبقى الحته دي يا مستر ب 3. طب دي ب 3 ودي كلها ب 12 يبقى الحته دي ب 9 سنتيمتر. يبقى الريشيو دي عشان نطلع منها الحته الصغيره دي. طيب خلاص الحمد لله عرفنا الحته الصغيره. عملنا الريشيو اهو بي اي واي سي 1 2 3 وعملت سم 4 وحطيت تحت 12. طيب يا مستر انت عاوز ايه تاني؟ جه عاوزين ميجر انجل بي. ميجر انجل بي يبقى تيجي تقول لي ميجر انجل بي ايكوال. اجيبها ازاي يا مستر ميجر انجل بي دي؟ اه مستر انت لما تعوز تجيب ميجر انجل هنعمل ساين او كوزاين او تان. طيب اشتغل بانهي يا مستر، ساين ولا كوزاين ولا تان؟ مش بمزاجك، بنشوف ايه الداتا اللي موجوده عندك. انا عاوز ميجر انجل بي، عندي اوبوزيت وادجيسنت. اوبوزيت وادجيسنت يا مستر يبقى ده على طول تان. يبقى اجي اقول له تان بي ايكوال الاوبوزيت اللي هي 8 والادجيسنت اللي هو 3. فهاجي اقول له كده ميجر انجل بي ايكوال شيفت تان 8 اوفر 3. ده يطلع لك بكام يا حبيبي؟ هيطلع لك ب 69 بوينت ديسيمال كتير، هتعملها ابوستروف هيطلع لك كده 69 degree 26 minutes 38.24 second. حلو حلو. طيب يا مستر احنا جبنا ده البي خلاص. طيب يا مستر يبقى احنا جبنا البي. طب ناقص مين؟ السي. بص كده السي بيقول لك عاوز يعرف اي بي. فين اي بي؟ ادي اي بي اهو. اي بي يا مستر اي بي مش ده رايت انجل تريانجل عندك تو سايد ودي هايبوتنس. يبقى اي بي ده سهل بقى يا مستر، تقول لي روت واحط بلس في النص عشان ده هايبوتنس. هتقول لي 8 باور 2 و3 باور 2 يطلع لك كده روت 73. 73
طب هو بيقول لك approximate to nearest decimal، المفروض مثلا 1 decimal او 2 كده، مثلا 1 decimal place 1. فتيجي تقول له يا مستر بص هحوله ديسيمال، هيطلع لك كام يا حبيبي؟ 8.54 ديسيمال كتير. هتقول له approximation لو 1 ديسيمال بليس، ال 4 دي هتدي ال 5. لا يا مستر، يبقى 8.5 سنتيمتر. سؤال جميل وما فيهوش اي حاجه. تمام يا شباب؟ تمام. طيب تعال نشوف هنا الاسئله دي كام سؤال كده سهل. هنا بيقول لك ايه؟ sin c equal 0.6. السؤال ده ممكن ليه كذا طريقه في الحل. واحد جه قال لي يا مستر انا هعملهم لك بطريقتين. جه قال لي يا مستر انا هجيب ميجر انجل سي الاول اهي، هقول له ميجر انجل سي، ده انا عاوز سي هقول له شيفت ساين 0.6. حلو. ويكتبه على الكالكوليتور، هيطلع لك رقم غريب كده اللي هو مين؟ 36 بوينت ديسيمال كتير كده. بس خلي بالك، خليه زي ما هو على الكالكوليتور كده، مش هيطلع لك ديسيمال كتير صح؟ او ممكن تعملها ابوستروف، هيطلع لك كام؟ 36 ديجري و 52 minutes و 11.63 سكند. طيب هو مش عاوز الانجل سي، هو عاوز كوزاين سي، فباجي اقول له كوزاين سي، اشيل كلمه سي واحط الايكوال ده اكتبه هنا، هيطلع لك 36 ديجري 52 minutes 11.63. ده للناس الايه العاديه يعني. او ممكن تقول له على طول كوزاين انسر، كوزاين انسر يطلع لك الايكوال بتاعك 4 على 5. طيب ده اي حد الاسئله ده الحل التقليدي. طب الناس اللي بتفهم بقى، الناس اللي بتفهم ماس، تيجي تقول لي يا مستر بص، بص الطريقه دي بقى جامده قوي. ساين سي، ساين سي 0.6 ده يا مستر لما عملته على الكالكوليتر طلع لي 3 على 5. رحت عملت رايت انجل تريانجل، كتبت هنا سي، هنا ساين سي يبقى واقف عند سي، يبقى ده اوبزيت وده هايبوتنس صح؟ اه. تقدر تجيب السايد الثالث يا مستر، هتقول لي 5 باور 2 ماينس 3 باور 2 يطلع لك 4. طب انت عاوز مين؟ عاوز كوزاين سي، يبقى كوزاين ادجيسنت على هايبوتنس، يبقى كوزاين سي يبقى 4 على 5. بص كده، بص الحل ده لما يكون حد فاهم، وده لما يكون حد ايه يعني حافظ وعارف. هو الاثنين صح طبعا، بس ايه, إيه الاثنين صح بس لازم تبقى فاهم ده وفاهم ده. تمام تمام. تعال نشوف سؤال تاني. طيب يا شباب تعالى بص برضو السؤال ده جميل جدا حلنا زيه، فيا ريت توقف الفيديو وتحله. هنا جه قال لك ايه؟ عندك ده تريانجل اي بي سي، وقال لك اي بي ايكوال بي سي ايكوال كام؟ 5 سنتيمتر، واي سي ب 5 روت 2. فمعنى كده ان ده ايزوسيس تريانجل صح؟ اه. فبتيجي ترسم ايزوسيس تريانجل عادي خالص اهو، ماشي. هنا بيقول لك اي بي وبي سي، يبقى كده الفيرتكس دي اسمها بي، وحط هنا A وهنا C عشان هو اللي قايل لك ماشي. ده 5 وده 5. هنا ال AC كله ب 5 روت 2. مستر انت كنت قايل لي من شويه على معلومه مهمه قوي، اللي هي ايه يا مستر؟ ان اول ما الاقي ايزوس ترينجل لازم تعمل كده. ده رايت انجل ترينجل بيقسم البيز دي نصين، بيخلي دي 5 روت 2 ديفايدد 2، وهنا 5 روت 2 ديفايدد 2 عشان نص يعني. لما عملت دي ديفايدد 2 طلع لي بالشكل ده، خلاص خليت دي نص ودي نص ماشي. طب انت عاوز مين؟ انا عاوز اجيب الانجل سي. مستر هو عاوز تان سي. كلمة تان سي، فعشان اجيب تان سي يا مستر لازم يكون عندي الاوبزيت اللي هو السايد ده. عشان تان سي اقول له كده بص معايا، يبقى اوبزيت على ادجيسنت. طب الاوبزيت ده بكام يا مستر؟ ثانية واحدة. طبعا عشان نجيب ده نجيب بيه دي الاول، هنقول له روت، بص 5 باور 2 ماينس السايد ده باور 2، 5 روت 2 على 2 باور 2 طبعا.
ده لما عملته على الكالكوليتور هيطلع لك برضو نفس الكلام 5 روت 2 على 2. ايه ده؟ يعني ده برضو 5 روت 2 على 2. يعني ده ايكوال سايد ده. يا مس، يعني ده معنى كده ان ده ايزوسيلس ترينجل برضو، مش دي رايت انجل؟ يبقى دي 45 ودي 45. طيب ماشي، تعال نشوف اول حاجه تان سي، يبقى ده يا مستر اوبوزيت على ادجيسنت. ايه ده؟ يعني 5 روت 2 ديفايدد 2 اوفر 5 روت 2 على 2. طب ما هو اي حاجه ديفايدد نفسها ب 1، يبقى تان ميجر انجل سي ب 1. طب وميجر انجل سي نفسها ممكن اقول له ميجر انجل سي، انت عاوز ميجر انجل، هقول له شيفت تان الايكوال بتاعك 1، شيفت تان 1. يبقى شيفت تان 1 يا مصر هيطلع لك 45 ديجري، ده لو حبيت تجيب ميجر انجل سي بس. لكن تان سي كلها هتبقى طبعا، وبص انا واقف عند السي اهي، يبقى دي الاوبزيت وادي ادجيسنت. سؤال جميل برضو في فكره، فالناس بتتلخبط اول ما بيطلع لها السايد ده كده وبيتلخبطوا. تمام يا شباب؟ تمام. وبكده الحمد لله يكون خلصنا السيشن بتاعنا. يا ريت حضرتك تتفرج عليه وتشوف الأسئلة المهمة اللي احنا حلناها دي، وبعد كده تحل الواجب بتاعك وما تأخرش أي حاجة. ولو في أي حاجة بتبعت لنا على جروب الواتس أو بتيجي بعد الحصة نشوف إيه المشكلة اللي عندك. تمام؟ تمام. السلام عليكم، ونشوفكم في سيشن تاني إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم.